الجزائر تشيد بخطاب مسجد باريس الكبير في مواجهة كراهية المسلمين. قال عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ بأن الحكومة الجزائرية تشيد بالخطاب الذي يبثه أئمة المسجد الذي يواجه حملات العنصرية والإسلاموفوبيا. وقال حفيظ في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن المسجد الذي تموله الجزائر قد وجه أئمته لبث خطب جمعة تتصدى لحملات اليمين المتطرف تلك التي تحض على الكراهية ومعاداة المسلمين. وأكد حفيظ في تصريحاته بأنه يرفض ويدين محاولات بعض مجموعات اليمين المتطرف في لصق تهمة الإرهاب بالإسلام، مؤكدا بأن القائمين على مسجد باريس يعملون على توحيد الصف وجمع الكلمة لمجابهة المتطرفين وإيجاد أرضية مشتركة بين من يمثلون المسلمين في أوروبا وفرنسا. كما قال عميد مسجد باريس الكبير بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أكد له بأن الدولة الفرنسية تحمي كل مواطنيها بصرف النظر عن اللون أو الدين.